السلام عليكم. أنا الدكتورة نور الأمل، مختصة في علاج الأمراض السرطانية، ولدي كل الشرف إنني نشرح لكم كل ما هو متعلق بمرض السرطان، وكناكد دائماً على أنه رغم أن السرطان مرض يمكن يكون معقد ويخوف الناس، إلا أنه في الأغلبية ديال الحالات مع العلاج الصحيح والكشف المبكر كاينة فرص كبيرة للشفاء. اليوم بغيت نقدم لكم معلومات بسيطة ولكن مهمة باش نفهموا كيفاش كيتكون السرطان وشنو نقدروا نديروا باش نتجنبوه. غادي نتبعوا خطة منظمة وسهلة باش نفهموا كل شيء مزيان. غادي نحاولوا نتبعوا خطة للعرض. نبداو بالمفاهيم الأساسية، ثم الفصل الثاني مفهوم السرطان، ثم الفصل 3 العوامل المسببة للسرطان، الفصل الرابع الإجراءات الوقائية، وسوف نختم بالنقاط الرئيسية ونبدئ الفصل الأول المفاهيم الأساسية. باش نفهموا السرطان مزيان خاصة نعرفوا شنو هي الخلايا، شنو هو الحمض النووي، وشنو هم الجينات. الخلية هي أصغر وحدة فالجسم ديالنا، مسؤولة على بزاف د الحوايج: النمو، نقل المواد، وإنتاج الطاقة. كل خلية فيها نواة، وفهاد النواة كنلقاو الحمض النووي. الخلايا عندها عمر محدد، كتعيش مدة معينة ومن بعد كتبدلها خلية جديدة. ملي النظام اللي كيتحكم فيها كيتخرب، الخلايا كتولي خارجة على السيطرة، وهنا كيظهر السرطان. الحمض النووي هو الجزيء اللي موجود في النواة داخل ديال الخلية وكيتحكم فكل المعلومات والقرارات الوراثية ديالنا: لون الشعر، الطول، وحتى القابلية لبعض الأمراض. الحمض النووي كتكون من خيطين ملتويين على شكل لولب مزدوج، وفيه 4 وحدات كنسميهم القواعد أهك سب جي. ملي كيتغير ترتيب هذه القواعد كيمكن يكون عندنا تغييرات خطيرة في الحمض النووي اللي تقدر تسبب السرطان. الجينات. الجينات هي أجزاء صغيرة من الحمض النووي اللي تعطي التعليمات باش الجسم يصنع بروتينات. مثلاً جين واحد يقدر يتحكم في لون العينين، وجين آخر كي تحكم كيفاش كيكون حجم الجسم. ملي كتتبدل الجينات كتولي الخلية ما كتعرفش شنو تديرو بدون مراقبة، وهنا كيبدأ المشكل. الطفرات. الطفرة هي تغيير صغير أو كبير، فالحمض النووي كيمكن يكون تلقائي أو نتيجة عوامل خارجية بحال الإشعاعات أو المواد الكيميائية. وبعض الطفرات كتكون غير مؤذية، ولكن بعضها كيأثر على الجينات اللي تحكم في النمو والتجديد والمراقبة ديال الخلايا، وكيقدر يسبب السرطان. فالنظام الطبيعي للجسم فيه جينات خاصة كتشرف على المراقبة، لأن هذه الجينات كتصوب الأخطاء فالحمض النووي وكتبرمج موت الخلايا اللي ما خدمش مزيان. إذا هذه الجينات تغيرات، الخلايا كتكثر بلا تحكم، وهنا كيبدأ السرطان. الفصل الثاني مفهوم السرطان هو مفهوم معقد، لكن يمكن أننا نقول إن السرطان هو مرض كيظهر ملي النظام اللي كيتحكم فالنمو والموت ديال الخلايا كيتخربق. السرطان هو ملي الخلايا كتولي تنقسم بلا توقف، ما كتموتش وقت اللي خصها تموت، وكتكون حبة أو دمالة واللي كتقدر تنتشر لأماكن أخرى فالجسم. كيفاش كيتكون السرطان؟ السرطان كيظهر ملي كيتجمعوا بزاف ديال الطفرات في الحمض النووي. هذه الطفرات كتأثر على الجينات اللي كتحكم في النمو والمراقبة، وكتولي الخلية تنقسم بلا تحكم. من بعد كتجمع الخلايا فكتلة اللي كنسميوها ورم، وهذا الورم يقدر يكون حميد أو خبيث. الخلايا السرطانية إذا ما تكتشفتش بكري كتقدر تهاجر لأماكن بعيدة في الجسم. وتتوالد الفصل الثالث العوامل المسببة للسرطان. كاينين بزاف ديال العوامل كتزيد من خطر الإصابة بالسرطان. كاينين العوامل الداخلية وكاينين اللي خارجية. بعض العوامل الداخلية تالي موجودة داخل الجسم: أخطاء وراثية كتصير أثناء انقسام الخلايا، جينات متوارثة اللي كترفع احتمال الإصابة، تغيرات هرمونية كتسهل نمو الخلايا، ضعف فالجهاز المناعي اللي ما كيقدرش يحيد الخلايا اللي ما خداماش مزيان. العوامل الخارجية: التدخين والكحول آلي يزيد من خطر الإصابة بسرطانات كثيرة كسرطان الرئة والكبد، الثدي والفم. الأكل الغير متوازن، الدهون المشبعة والماكلة المصنعة كيزيدوا الخطر. التعرض المفرط للشمس كيأثر على الجلد وكيزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد. التلوث والمواد الكيميائية بحال المبيدات كيأثروا مباشرة على الحمض النووي. بعض الفيروسات. الفصل الرابع الإجراءات الوقائية اللي غادي نشرحها ليكم في فيديو آخر إن شاء الله باش نقلل من خطر الإصابة بالسرطان. خاصنا نتبع بعض النصائح: حبس التدخين، أكل صحية الصوم، الإكثار من الخضرة، فواكه،
تقليل الماكلة المصنعة واللحوم الحمراء، رياضة منتظمة، نصف ساعة يومياً كتكفي باش نبقاو النشاط ونقلل من التوتر. الفحوصات المنتظمة، من الأحسن ندير تشخيص دوري للكشف على السرطان فالبداية دياله. التلقيحات والنظافة، التلقيح ضد الفيروسات اللي كتسبب السرطان والعناية بالنظافة. الخلاصة 5 نقاط رئيسية. الأولى، السرطان كيبدأ بسبب تغييرات صغيرة فالحمض النووي اللي كتخرب النظام الطبيعي ديال الخلايا. المرحلة الثانية، العوامل المسببة كتشمل عوامل داخلية، جينات، وخارجية، تلوث، التدخين، الشمس. 3، بزاف من السرطانات كيمكن تجنبهم إذا تبعنا إجراءات الوقاية. الرابع، الكشف المبكر والعناية بالنظام الغذائي والرياضة كيبقى الحل الأفضل. الخامس، السرطان ماشي ديما قاتل، الكشف السريع والعلاج كيحيدوا بزاف من المخاطر. شكراً على المتابعة. الوقاية دائماً خير من العلاج. إذا عجبكم المحتوى برطجيه وعملوا أبوني باش توصلكم كل جديد. كانت